عمرك حسيت انك ماسك كل الخيوط في ايديك، بتتحكم في يومك واختياراتك ومشاعرك وحتى الناس اللي حواليك؟ الاحساس ده بيكون مريح جدا، بس ساعات بيكون وهم خفي. ده انا قرايلي في كتابه بروتكتيف ريليشنال بيحكي عن تجربه عجيبه عملها في وقت من الاوقات. جاب مجموعه من الناس وخلاهم يلعبوا لعبه فيها نتائج عشوائيه بالكامل، يعني النجاح او الفشل ملوش اي علاقه بتصرفاتهم. بس المفاجأة إن أغلبهم قالوا إنهم حسوا إن عندهم تحكم بطريقة أو بأخرى، وإنهم بدأوا يفهموا اللعبة مع إنها كانت بالكامل مبنية على الحظ. طب ليه ده بيحصل؟ علشان عقلنا ما بيحبش يحس بالعجز، ما بيستحملش فكرة إن في حاجات خارجة عن إرادته، فبيخترع وهم إنك لو عملت كذا هيحصل كذا، حتى لو ده مش حقيقي. الوهم ده بيحصل في حياتك كل يوم، لما تفكر انك سبب في ترقية جات لك بس الحقيقة ان المدير كان هيرشحك من بدري، او لما تحس انك بتتحكم في صحتك علشان بتاخد شوية مكملات بس لسه نظامك اليومي كله فوضى، او تحس انك بتتحكم في مزاجك عشان شربت شوية قهوة، مع ان اللي ريحك فعلا هو خروجك من ضغط معين كان عندك. العقل بيربط اي حدث ايجابي بحركة انت عملتها، حتى لو مفيش اي رابط ما بينهم. المشكلة مش في الإحساس، المشكلة في الغرور الخفي اللي بيتولد بعده. تبدأ تحس إنك فاهم كل حاجة وتاخد قرارات بناء على أوهام، وتبدأ تفقد الوعي بالخطر اللي حواليك لأنك حاسس إنك مسيطر. فالتحكم الحقيقي هو إنك تعرف إمتى دماغك بتضحك عليك، وتعترف إن مش كل حاجة تحت سيطرتك، وإن القوة أوقات بتيجي من إنك تسلم إنك مش دايما الأقوى. قبل ما تمشي بقى فكر كده، انت كنت فاكر نفسك متحكم في كل شيء حواليك، وبعدين اكتشفت انك عايش اصلا وهم كبير جدا. اكتب لي في الكومنتات وانتظرني في الحلقه الجايه.